القطارات الحديدية. الدورة كنشوفها اليوم الأول ديالها ناجحة بجميع المقاييس، لأن كيف كتعرفوا السيد رئيس الجامعة الملكية للكرات الحديدية السي حسن بوعود يعني دار جميع الإمكانيات باش تكون الدورة ناجحة، وكنشوفوا بأن هذا كيتجلى في الجماهير اللي كتحضر وفي الوفود اللي جات من جميع العالم، بحيث ان 21 دولة اللي مشاركة. والحمد لله نجاح في نجاح، لان الدورة الاولى كانت العام اللي فات ديال اللاعبين اقل من 18 سنة كانت ناجحة، وهذه زادت نجحات بكل المقاييس. الدورة اللي كتخص الإناث الكبيرات، والحمد لله كنظن بأن مؤشر خير على المغرب وعلى الرياضة على العموم. وإن شاء الله كاين غتكون الدورة 2017 تكون الدورة ديال الكبار، اللي كذلك الجامعة الدولية اللي عطات أشرات على باش المغرب ينظمها. والحمد لله هذا راجع من طبيعة الحال اللي كتضافر الجهود ما بين رئيس الجامعة السيد الحسن بوعود ولا الكاتب العام السي الحاج أبو الطاهر، المدير التقني السي كوار، وجميع الفعاليات اللي كتساهم في سميتو باش تنجح الدورة من المجتمع المدني. ونتمناو ان شاء الله تكون دورة ناجحة بكل المقاييس.